0 للكرامة. الكرامة السوري يرجع ويتعادل. شوط ثاني، مباراة أخرى الآن من هنا فصاعدا. الاتحاد يلعب للوصول والكرامة يلعب للحلم، والآن بدأ يقترب، صار واقع الآن بهذه القوة. في 50 دقيقة عدل الأوتار وتعادل لخسارة الذهاب. الآن الكرامة 2 والاتحاد 2. ينطلق الفريق الاتحاد كبير اليوم، ينطلق الفريق السوري بدنيا جاهز ومندفع متحفز وآلاف معاه، وتسديدة والحارس مبروك زايد. مبروك زايد يخرج كورة للركنية، كانت قوية جدا من رقم 20 أحمد العمير. روح كبيرة يلعب بها الفريق السوري. نعم، لم يغالط جمهور رئيس النادي نصوح البارود اللي قال أعتقد أننا سنتأهل وعندنا أمل كبير رغم قيمة الاتحاد العميد. والاتحاد والكرامة في مسحة من التفاؤل، في نوع من الأمل. ترجع الكرة مرة ثانية، جهاد الحسيني يسدد، أين هي في الشبكة من الخلف، ركنية 6 أمتار. ليتنفس الاتحاد أم ليضغط الكرامة النسر الأزرق؟ الحكم ماذا يقول؟ شوف الكرة من جهاد الحسين، يضرب كرة ومرت صعبة على مبروك زايد الذي يحولها في الركنية. مبروك زايد يعمل في الشو مع كرنفال سوري اليوم، كأنك بمهرجان العباسيين في دمشق. هي كرة المباراة، هي كرة السيمي فاينل يا كايتا، والكرة تتحول لفريق الكرامة. نعم، الكرامة والاتحاد، ليس انتر وروما، وليس بورتو فالنسيا، وليس البارسا بريمن، ولا حتى مانشستر سلتيك. انت في الشامبيونز ليج الاسيوي بهوية عربية سورية سعودية. تسديدة لم تأتي، الاتحاد يقترب، كورة على العارضة وكورة على القايم، ويا حظك اليوم يا نمر جدة. أسنا في الوقت البديل والوقت الضايع. أحمد الدوخي يلعب كورة وترجع من الدفاع، فابيو سانتوس، ما شاء الله عليك يا فابيو. ترجع الكورة من سانتوس، يلعب الدوخي والفريق السوري يلعب على المرتدات الآن. الفريق السوري كان شفناه بعد الهدف الثاني رجع للدفاع ويلعب على المرتدات أو الكرات العكسية. هيك نوع من الخوف الآن، لأن الخوف هو اللي يقدم اللاعبين ويخليهم يخطئوا. كرة خطيرة من الحموي، والحموي وبرافو الدفاع. بالفعل كرة ممتازة، كان مان تو مان، كان 1 ضد 1. كان بإمكان الكرامة الاستفادة من الوضعية الأخيرة، وينطلق نور لإفادة الفريق السعودي، لكن أيضا كورة صعبة ممكن تتغير في أي لحظة. يخطى مرة أخرى الدفاع السعودي. يا أيامك يا توكر، يا ساعاتك يا منتشري، والثالث للفريق السوري. هذا اللي قلته في وقت الحديث عن أيامك يا توكر، عن ساعاتك يا منتشري. الفريق السوري يقول ممنوع ركلات الترجيح، يتأهل الحين بهذا الهدف الثالث، وربع ساعة فقط للحلم الجميل للفريق السوري. الهدف الثالث من البديل محمد مهند إبراهيم. شوف اللقطة الأخيرة فيها أيضا إثارة، الكرة الأخيرة مشعل السعيد يفشل، مش ممكن يا أسامة يا حربي يا مولد، والكرة يتولد منها سيناريو قاتل الفريق السوري. مباراة الهفوات الفردية تبدأ تقضي الآن على آمال الاتحاد. 3-0 للكرامة في اللحظة الأخيرة من الوقفي، 3-0، مفيش ركلات الترجيح. المباراة ستفصل بالحل الثاني في الوقت الإضافي. الكرامة 3 والاتحاد 0. الاتحاد يلعب على هدف للترشح، والكرامة يلعب على صمود مستمر منذ البداية لهذا الإنجاز التاريخي للفريق الكرماوي، للنسور الزرق السوريين. أجواء استثنائية اليوم في ملعب خالد بن الوليد. أكيد لو كللت المهمة بالنجاح، لو استمر هذا الفلاح لفريق الكرامة، الليلة ستكون من ألف ليلة وليلة في تاريخ الكرة السورية. ما فيش إنجاز قريب يعادل هذه الليلة، ما فيش نتيجة قريبة تعادل هذا الإعجاز للفريق السوري الكرامة. نعم، 1-0، 2-0، 3-0، وركلة الجزاء تغيب، وركلة جزاء ضائعة بعدما حضرت في أواخر الشوط الأول. المباراة الآن لصالح الكرامة، الفريق السوري في وضع القوة، والفريق السعودي على عتبة وباب الخروج. ما زالت والكرة أرادت ممكن سيناريو سعيد يسعد عشاق الكرامة. ينطلق الهجوم في وسط الميدان، البطل في خطر، والوصيف خرج، والكرة للرابع صعبة جدا، والهدف الرابع بعد خطأ فادح. مفيش دفاع للاتحاد،
ومرة أخرى كوتشنج غير عادي. محمد مهند إبراهيم يسجل الرابع للفريق السوري. الكرامة بجدارة 4-0. الكرامة الآن نقول له مبروك، لأنه الاتحاد مطالب بهدفين، مرتدات وتخطيط سليم، والمدرب قدير، والكبير الكرماوي يتقدم بالرباعية 4-0. سيناريو غير متوقع ماذا يحدث. دفاع الشباب 6 أهداف في كوريا اليوم، 4 الاتحاد بطل آسيا في حمص. مش ممكن ما يحدث في هذه الأيام الصعبة للأندية السعودية. ينطلق محمد مهند إبراهيم، يدخل في الاكسترا تايم ويسجل هدفين، والاتحاد تقريب يقترب من الخروج. لن يكون في المونديال هذا العام، صعب جدا الآن. مطالب بهدفين الفريق الاتحادي الروح عملت الفرق. الاتحاد لعبه كأنها مباراة ودية، بينما الفريق السوري لعب كأنها مباراة لنهائي كأس عالمية. هنا الفرق، هنا أحدثت الفوارق، وهنا صنعت الخوارق. لأنه بكل أمانة ولا أستنقص بهذا الكلام، الفريق السوري في 2-0 للاتحاد، والكل يعلم من هو الاتحاد. الكل قال الاتحاد في السيمي فاينل. القادسية أعطى النموذج، والكرامة يؤكد المثال. لا مستحيل في كرة القدم، لا كبير في كرة القدم. من يعطيها تعطيه، تعترف بالعرق والمجهود والتعب. واليوم الأحقية للفوز والتأهل كان للأفضل فريق الكرامة السوري. إذا بهدفين، عذرا فريق الكرامة. أنا في سيناريو قلت 2-0، لو يسجل الاتحاد 2-1 مستبعد، وقلت تقريب شبه مستحيل أن الكرامة يرجع هدفين. سجل الهدفين يا أخي، برافو. نكونوا رياضيين ونقولوا ألف مبروك للكرامة. وحظ أوفر للاتحاد، يلزم يركز على الدوري المحلي، يلزم يركز على بطولة هامة ليه ولينا، هي دوري أبطال العرب، وإن شاء الله القادم أفضل يا عميد. بينما كرة خطيرة، ومرة أخرى الدفاع، ومرة أخرى، والخامس كان قريب لفريق الكرامة. مش ممكن هذا النجم لعب على الهاتريك. محمد مهند إبراهيم سدد للثلاثية الشخصية وللخماسية السورية. تبقى 4-0 لنادي الكرامة في السيمي فاينل، أين يلتقي الأسبوع القادم القادسية. من محمد قويد الحقيقة أكد، والصورة برافو يا مخرج. يمشي على طول لنحيي هذا الرجل، وهذا المدرب. قلت بذل مجهود، يعني يوجد في النهر ما لا يوجد في البحر. تاريخ وقيمة هاليلوزيتش قابلها محمد قويد ممكن مغمور كمدرب في الكرة العربية، لكن اليوم وضع لاسمه مكان ووضع لاسمه عنوان. ينطلق الهجوم في الدقيقة الأخيرة في تاريخه لدور الأربعة في كأس آسيا. بالفعل هي الصافرة، هي النهاية. 4-0 لفريق الكرامة السوري. ألف مبروك لسوريا وناديها الكرامة بهذا الإنجاز الآسيوي. هارد لك وحظ أوفر يا نور، حظ أوفر للعميد السعودي. وننتظر قادم المواعيد وإذلالة أخرى عبر قنوات RT. خليكم عادي المشاهد القادمة من مدينة حمص من ملعب خالد بن الوليد، ونمر بالصورة والكلمة.